في ليلة واحدة ممكن تتغير حياتك كلها. ليلة واحدة ربنا سبحانه وتعالى بيكتب فيها الخير وبيغفر فيها الذنوب، بيفتح فيها أبواب الرحمة. دي مش بس ليلة عادية، دي ليلة القدر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر هي أعظم ليلة في السنة. ربنا ذكرها في القرآن وقال: ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني عبادة ليلة واحدة أفضل من عبادة أكتر من 83 سنة. الليلة دي هي اللي نزل فيها القرآن، والملائكة بتنزل فيها بالخير والبركة، والسلام بيكون فيها لحد طلوع الفجر. في الليلة دي الأقدار بتتكتب، والأرزاق والأعمار، كل حاجة بتتقدر بأمر ربنا، والعبد بيكون أقرب لربنا من أي وقت تاني. هي ليلة الرحمة والمغفرة اللي بيقومها بالإيمان واحتسابها. ربنا بيغفر للإنسان كل ذنوبه وكل اللي عمله قبل كده. أفضل حاجة في الليلة دي القرب من ربنا، الصلاة، الدعاء، الاستغفار. والرسول عليه الصلاة والسلام في شخص سأله، قال له: ماذا أقول في ليلة القدر؟ فقال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. القرآن ليه طعم مختلف في ليلة القدر. الدعاء فيه بيكون أقرب للإجابة، والكل لحظة فيها فرصة فاغتنمها. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجتهد في العشر الأواخر كلهم، كان بيصلي وبيدعي وبيذكر ربنا بشكل أكبر. والليالي الفردية بالذات ليها فضل كبير، لكن الذكاء الحقيقي إنك تعيش كل ليلة كأنها ليلة القدر. في النهاية ليلة القدر مش مجرد ليلة، دي فرصة للبداية جديدة، فرصة تمسح بيها كل اللي فات، فرصة تقربك من ربنا بشكل عمرك ما حسيته قبل كده. ما تضيعش الفرصة، يمكن تكون الليلة دي هي اللي تغير حياتك كلها. كان معاكم أحمد علاء في برنامج رسالة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك في ليلة القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.